النهاردة هنتكلم عن مهارة ممكن تكون بتعتبرها رفاهية أو حاجة مش ضرورية، لكنها في الحقيقة مفتاح لكل تطور شخصي ونجاح حقيقي ومستدام. تطوير الوعي الذاتي. إزاي تفهم مشاعرك وردود أفعالك وتتحكم فيها بوعي. كتير مننا بيعدي عليه اليوم وهو مش فاهم ليه حاسس كده أو ليه تصرف بالشكل ده في موقف معين. بنلاقي نفسنا بنتفاعل مع الأحداث بشكل تلقائي ومندفع من غير ما نفهم أسباب ردود أفعالنا، وده بيخلينا نقع في نفس الأخطاء أو نفقد السيطرة على مشاعرنا بشكل متكرر. الحقيقة إن الوعي الذاتي هو قدرتك على فهم نفسك. إيه هي مشاعرك؟ إيه نقاط قوتك وضعفك؟ إيه قيمك؟ وإيه اللي بيحركك بشكل حقيقي؟ لما بتكون عندك درجة عالية من الوعي الذاتي بتتحول من شخص بيتفاعل مع الحياة إلى شخص بيعيشها بوعي واختيار. بتقدر تتحكم في مشاعرك بدل ما هي اللي تتحكم فيك، وبتتخذ قرارات أفضل وأكتر توافقا مع قيمك لأنك فاهم تأثيرها عليك. في الفيديو ده مش بس هنقنعك بأهمية الوعي الذاتي، لكن كمان هنفهمك المبادئ العلمية وراه من علم النفس المعرفي والسلوكي، وهنشاركك خطوات وتمارين عملية جدا تقدر تطبقها من النهاردة عشان تبدأ رحلتك نحو فهم نفسك بعمق وتتحكم في مشاعرك وتوصل لدرجة أعلى من السلام الداخلي والتناغم مع ذاتك. يلا بينا نكتشف البصيرة اللي جواك. ليه تطوير الوعي الذاتي مهم جدا لحياتك؟ مفتاح التحكم، السلام والنجاح. تحكم أفضل في المشاعر. لما بتفهم ليه بتحس بمشاعر معينة، غضب، قلق، حزن، بتقدر تتعامل معاها بوعي وتتحكم في ردود أفعالك بدل ما تندفع وتندم. بتفصل بين الشعور والفعل. علاقات أقوى وأكتر صحة. فهمك لنفسك بيخليك تفهم الآخرين أكتر وبتعرف تتواصل معاهم بشكل أفضل، وده بيحسن كل علاقاتك الشخصية والمهنية. لما تكون واعي بمشاعرك بتقدر تعبر عنها بوضوح وتقلل سوء الفهم. اتخاذ قرارات أفضل. الوعي الذاتي بيخليك تاخد قرارات متوافقة مع قيمك وأهدافك الحقيقية، وبتكون فاهم إيه اللي بيحركك وإيه اللي ممكن يأثر عليك بدل ما تاخد قرارات بناء على مشاعر عابرة أو ضغط خارجي. زيادة الإنتاجية والتركيز. لما تكون فاهم نقاط قوتك وضعفك بتقدر تستغل قوتك وتشتغل على تحسين ضعفك، وده بيزود إنتاجيتك وتركيزك في العمل، وبتعرف إمتى ترتاح عشان تتجنب الإرهاق. سلام داخلي ورضا. الوعي الذاتي بيقلل الصراع الداخلي وبيخليك تتقبل نفسك زي ما انت بإيجابياتك وسلبياتك، وده بيوصلك لسلام داخلي كبير ورضا عن الحياة. تمارين عملية لتطوير الوعي الذاتي. التمرين الأول: دفتر اليوميات journaling. الفايدة النفسية: الكتابة بتحول الأفكار والمشاعر الغامضة إلى كلمات واضحة، وده بيساعد على معالجتها وفهمها. كل يوم خصص 10 ل 15 دقيقة للكتابة الحرة. اكتب عن يومك، عن المشاعر اللي حسيت بيها، عن المواقف اللي أثرت فيك. ما تفكرش كتير، بس اكتب اللي بيجي في بالك. بعد فترة هتبدأ تلاحظ أنماط متكررة في مشاعرك وردود أفعالك، وتفهم إيه اللي بيحركك. التمرين التاني: تمرين ال5 دقايق للتأمل الواعي Mindful 5-minute check-in. الفايدة النفسية: التأمل بيساعدك على فصل نفسك عن مشاعرك وأفكارك بحيث تقدر تراقبها من الخارج بدون حكم أو اندفاع. كم مرة في اليوم تقف لمدة 5 دقايق؟ اقعد في مكان هادي، غمض عينيك أو ركز على نقطة ثابتة. ركز على تنفسك، وبعدين لاحظ مشاعرك اللي بتحس بيها دلوقتي. سميها: أنا حاسس بقلق، أنا حاسس بسعادة. ما تحللش، بس لاحظ. ده بيخليك تعيش اللحظة وتستعيد السيطرة. التمرين الثالث: اطلب تغذية راجعة Seek honest feedback. الفايدة النفسية: التغذية الراجعة من الآخرين بتكشف لك عن نقاط عمية في شخصيتك أنت مش شايفها. اسأل شخص بتثق فيه، صديق مقرب، زميل عمل، أو مرشد، عن رأيه فيك بصدق. إيه نقاط قوتي اللي بتلاحظها؟ إيه نقاط ضعفي اللي ممكن أشتغل عليها؟ ممكن تكون في حاجات أنت مش شايفها في نفسك والآخرين شايفينها بوضوح. التمرين الرابع: لاحظ محفزاتك Identify your triggers. الفايدة النفسية: معرفة محفزاتك بتنقلك من حالة رد الفعل لحالة التوقع والاستعداد. إيه هي المواقف أو الأشخاص أو الكلام اللي بيخليك تحس بمشاعر قوية، غضب، حزن، إحباط؟ حاول تحدد المحفزات دي وتكتبها. لما بتعرف محفزاتك بتقدر تستعد ليها وتتعامل معاها بوعي أكتر بدل ما تنجرف وراها وتندم. التمرين الخامس: انعكاس الأفعال Behavioral Reflection. الفايدة النفسية:
التفكير في الماضي بيساعدك على التعلم من تجاربك وبناء خطة للمستقبل. بعد أي موقف مهم أو تحدي مريت بيه، خد لحظة وفكر: إيه اللي عملته صح؟ إيه اللي كان ممكن أعمله أفضل؟ إيه المشاعر اللي حسيت بيها قبل وأثناء وبعد الموقف؟ ده بيخليك تتعلم من تجاربك وتعدل سلوكياتك للمستقبل. الخلاصة: الوعي الذاتي هو رحلتك نحو فهم ذاتك الحقيقية، وهو مفتاح التحكم في حياتك. تذكر، تطوير الوعي الذاتي رحلة مستمرة، مش محطة توصلها. ابدأ بتطبيق تمرين واحد بس من دول كل يوم، وشوف ازاي حياتك هتتغير للأحسن، وهتحس انك متحكم أكتر في نفسك ومستقبلك. يا رب يكون الفيديو ده ألهمكم وبدأ يفتح أفكار جديدة. شاركنا في التعليقات ايه أكتر حاجة هتجربها عشان تزود وعيك الذاتي، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. أشوفكم على خير.